أخرادي همت بخير الإله في أبري والغادي خرون الكبري ما بأدى من القادر ولي ما أشدر اليبادر من الباقي الخديم في معجزات راقي المخدوم اللهم بأقوى الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم وصحبه وخديم رسولك من كل ما يسوء أو يضرب بقدر عزم السارق وكل ما يسوء يرفوه ولا يضرب فيه ما إلى دخول جنة المتقون وعبد كل ما دخل به وعبد كل ما دخل به كل ما ترله من المنافذ والأحلام يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم ولقني في كل ما يقربني إليك ويسرني واشرني في كل سير ودين بلا خلبك أو سخطك أو خير ما يرضيك أن يكفني قبل توجهي إليه وقبل توجهي إلى وحيدي عن الالتفات إليهم بلا أسباب أبدا كلما لم يكن الله خير ما شطر مني غير شعيب الأحمار منورة بتنوير نور السماوات والأرض شبه وأقالي على أقاري وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كل قبر قابل الصرف وقابل التوب والذي والشيان وحسنات في الهال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم يا سائر يا فاتن أسرعني من شاعري وبطني وقلبي وجسمي وأقاري وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلمي وعملي وأدبي وإشارتي وتسريحاتي وشريعتي وحقيقتي وفرائدي ونوافلي وعباداتي وعاداتي اسعى لهذا البرين الأكرم حي الذي لا يموت وعبدي يوم الإيمان جميع الأولياء أخيار الإسلام وإنصارهم بلا سلب أولين كان الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وبارك صلاة وسلام بركة يعنيني بها بقوله بل أحياء من رب صبور فرح لما يعمل من فضله ويستبشر الفرس لم يلقوا به من قلب ولا خوف عليهم ولا يحصرون يتصرون بنعمة من الله وفضل على الله يديها وأن الله لا يعجز المؤمنين في الدنيا بعد ما نخيل فيهم عليه بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي يا من قسني بعدهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى بقولك الشر وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسه سوء وتبه رضوان الله ولا سلفا لنفسه فيما ملا في قبل يوم كتابته لا أسل القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلى كافر بالله عز وجل الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول المقبول فيهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بران الباقي من الأمراض وكفى من أنكر باعتراض بران الباقي من الأمراض وكفى من أنكر باعتراض له سكور على حياتي حتى القديم الفاس بالآيات